السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الدرس الثاني في مادة التوحيد. من الصفات الواجبة للرسل الفطانة. تعريف الفطانة لغة: قال الفهم وحدة الذكاء والعقل. الفهم وحدة العقل والذكاء. اصطلاحا هي التفطن والتيقظ لإلزام الخصوم. التفطن والتيقظ لماذا؟ لإلزام الخصوم وإبطال دعاويهم الفاسدة وإلزامهم الحجة. يعني التفطن لإلزام الخصوم، أن النبي يكون عنده ذكاء وعلشان يلزم الخصوم بكلامه، وأيضا يبطل دعاويهم الفاسدة وعبادتهم لغير الله، وأيضا يلزمهم بالحجة البالغة تماما كما فعل إبراهيم عليه السلام في قصتين واضحتين. القصة الأولى اللي هي عبادة قومه للكواكب، والقصة الثانية حينما كسر وحطم الأصنام وقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم، فأفحمهم بهذا. فسيدنا إبراهيم هنا أبطل دعاويهم الفاسدة وألزمهم بالحجة بأن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر. لماذا كانت الفطانة من أكثر الصفات ملازمة للأنبياء؟ هنقول لأن مهمتهم نشر الدعوة وتبليغ الرسالة. يبقى نشر الدعوة وأيضا تبليغ الرسالة، وأيضا مش نشر الدعوة وتبليغ الرسالة بس. يعني لو كان الأمر ده بس كان يبقى أمر هين. يعني حتى المشركين ودوا وتمنوا أن لو تركهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت أعبد إلهك زي ما أنت عاوز، ولكن لا تسب آلهتنا ولا تشتمهم ولا تقول أنهم أصنام لا تنفع ولا تضر. يعني أنت أعبد إلهك زي ما أنت عاوز، وأنت سيبنا نعبد آلهتنا كما نريد. لا، الإسلام ما جاء إلا لهدم كل ما يعبد من دون الله. ولذلك في كلمة التوحيد تبدأ بلا إله، نفي كل الآلهة من دون الله، ثم بعد ذلك الإثبات إلا الله. فلا إله إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يصح الإيمان حتى يكفر الإنسان بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. تمام. يبقى الأنبياء مهمتهم إيه؟ قال لي مهمتهم نشر الدعوة وتبليغ الرسالة وإبطال العقائد الفاسدة. لازم تبطل العقائد دي وبالتالي تغرس العقائد الصحيحة، وكل ذلك يحتاج إلى إيه؟ نباهة وذكاء وتيقظ طبيعي. الدليل على وجوب الفطانة للأنبياء والرسل: قال هناك آيات كثيرة في حق إبراهيم عليه السلام. قال الله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. والمراد بالحجة هنا ما احتج به إبراهيم على قومه عباد النجوم والكواكب في قوله فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. زي ما انتم بتقولوا، يعني ده هذا تماشي مع الخصم. انتم بتعبدوا الكوكب ده، خلاص انا هعبده معاكم. ولكن عندما غرب الكوكب او افل قال لا احب الافلين. يعني انت ازاي؟ هو طب ما احنا بنعبد الوقت الكوكب بالليل، طب النهار هنعبد مين؟ فهو مشى معهم على هذا المنهج. يعني ما احتج به إبراهيم على قوم عباد النجوم والكواكب فلما إلى آخر الآيات، إلى قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم هنا اللي هو الشرك. تمام. قوله تعالى حكاية عن قوم نوح قالوا يا نوح قد جادلتنا. خلي بالك الآيات دي ممكن يجيبها لك في أسئلة ويقول لك على ما استدل العلماء بهذه الآيات. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، يعني خاصمتنا، فأطلت خصومتنا. الخصومة اللي هي الجدال يعني، أو أتيت بأنواع الجدال كلها. وقال تعالى آمرا نبيه وجادلهم بالتي هي أحسن. هل يجادل النبي إلا إذا كان فطنا ذكيا؟ أي بالطريقة التي هي أحسن، بالمناظرة التي يراد بها إظهار الصواب، وليس إلزام الخصم بحيث تشتمل على نوع من الرفق. مش معنى ان هو ينتصر عليهم وخلاص، لا، لازم ان تجادلهم بالتي هي احسن. الدليل العقلي على وجوب الفطانة. وهنا لفتة طيبة ان المؤلف بدأ اولا بالدليل بالدليل النقلي وده المفروض، وبعد كده الدليل العقلي. لو كان الانبياء والرسل بلادة، لو كان في الانبياء والرسل بلادة في الفهم
يعني لو نفترض معاذ الله وحاشاهم صلى الله عليه وسلم عليهم صلوات الله عليهم من هذا أن تكون بهم بلادة في الفهم وغفلة عن أساليب الجدال، لضاعت الحكمة من إرسالهم ولما استطاعوا أن يقيموا الحجة على خصومهم. هنقول لو على افتراض أن الأنبياء بهم بلادة تمام في الفهم وغفلة عن أساليب الجدال، لما استطاعوا أن يقيموا الحجة على خصومتهم وضاعت الحكمة من إرسالهم، لأن المغفل لا يمكنه إقامة الحجة ولا المجادلة. أما وقد أقاموا الحجة ونشروا الدعوة فقد ثبتت لهم الفطنة. تمام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسله الله عز وجل وأمره بعد الدعوة السرية أمره بالجهر بالدعوة، فقال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، صعد على جبل الصفا وهنا ألزمهم بما يدل على فطانته. ففي الأول ما قال لهم شيء أنا رسول الله، قال يعني إيه، قال لهم طبعا هم أطلقوا عليه الصادق الأمين، فقال يعني معنى كده أنه صدق وأمين، يعني أي خبر يقولوا هيصدقوه على طول من غير ما يفكروا حتى. فوقف وبدأ ينادي على قبائل قريش حتى اجتمعوا له، فقال ماذا لو أخبرتكم أن خيلا بسفح أو خيل خلف هذا الوادي تريد إغارة عليكم، يعني هم الوقت عايشين في أمان. طب لو أنا قلت لكم إن في خيل وفي ناس جايين يهجموا عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط. هنا ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج الحق من أفواههم، فحينما قال فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد، فبعدها كذبوا صلى الله عليه وسلم. بيقول لي إن قيل إن الآيات التي ذكرت في الفطانة إنما هي واردة في حق بعض الأنبياء فقط، يعني الآيات دي لو حد قال هذه وردت في حق بعض الأنبياء دون البعض فلا تدل على ثبوت الفطانة لهم جميعا، فكيف تجيب؟ هنقول طالما أنه أثبت لبعضهم أنه ما ثبت لبعضهم من الكمال يثبت لغيره، فإذا ثبتت الفطانة لبعضهم تثبت الفطانة للجميع. طالما كلهم أنبياء وأثبتنا الفطانة لواحد يبقى تثبت الفطانة للجميع، لأن حكم الأمثال واحد ولأن الفطانة كمال في حقهم وهي لازمة للأنبياء والرسل على السواء. يبقى طالما أنها ثبتت لبعضهم فلا بد أن تثبت للجميع. لماذا؟ لأن حكم الأمثال واحد، ما فيش واحد هيخش الأزهر إلا هو مسلم. هل معنى كده ان انت مثلا ايه اطلقت الحكم ده على واحد والغير لا؟ انت واحد دخل لك طالب اسمه احمد ده اكيد انه مسلم، هل انت مطالب ان انت هتقيم الادلة كلها وتتأكد من الطلبة كلهم؟ لا، فده حكم الامثال للجميع. الواجب للرسل والانبياء في الفطانة وما العلة؟ الواجب للرسل كمال الفطانة. الواجب للرسل كمال الفطانة دي يعني أعلى مرتبة في الفطانة. يبقى الرسل لأنهم أفضل من الأنبياء فتجب لهم كمال الفطانة، يعني أعلى درجات الفطانة. والواجب للأنبياء قال لي مطلق الفطانة، لا تجب لهم كمال الفطانة. الأنبياء لأنهم أقل درجة فقال لي هيكون عندهم أي نعم فطانة ولكن ليست في درجة كمال الفطانة. العلة حتى يردوا بها على خصومهم، فقد كان أقوامهم الذين آثروا الكفر على الإيمان شديد الخصومة والجدال، كانوا أذكياء برضو، يعني شديد التمسك بمعتقداتهم الباطلة. ومن آمن من أقوامهم لم يؤمن إلا بعد أن حاورهم واقتنع بحجتهم. يبقى لابد أن يكون النبي أو الرسول قوي في حجته حتى يقنع هؤلاء الذين عاشوا مئات السنين على دعاويهم الباطلة. نجاوب على بعض الأسئلة كده. بيقول لي طبعا الفطانة لغة والصلاح دي من الأسئلة السهلة. الدليل النقلي والعقلي كذلك برضو. بيقول لي ما اعتبرت الصفة الفطانة من ألزم الصفات؟ لماذا؟ هنقول له الدليل ايه؟ الدليل العقلي. هنقول لأنه لو جاز عليهم
البلادة، لو كان النبي بليدا لضاعت الحكمة أو لبطلت الحكمة من إرساله، ولما استطاعوا أن يقيموا الحجة على خصومهم، لأن المغفل لا يستطيع أن يقيم الحجة على خصم، وكذلك لا يستطيع المجادلة، بما ترد على من قال إن الآيات التي ذكرت في الفطانة وردت في حق البعض فقط. هنقول طبعا إيه هنا الجواب؟ هو السؤال ده متكرر كتير، ادي مرة، تمام، وادي مرة، وادي مرة، تكرر كتير يعني. طب الجواب بيقول لي بقى ايه؟ هنقول ما ثبت للبعض يثبت للجميع، تمام، لأن حكم الأمثال واحد، ولأن الفطانة كمال في حقهم فهي لازمة للأنبياء والرسل على السواء. طبعا من الذين يجب في حقهم الفطانة؟ دول الأنبياء. التفطن والتيقظ لإلزام الخصوم وإبطال دعاويهم وإلزامهم الحجج، دي طبعا الفطانة اصطلاحا. الفهم وحدة العقل، دي الفطانة لغة. عدم قدرة الرسول على إبطال دعاوى خصومه الفاسدة وإلزامهم الحجج، دي البلادة، أظنها كده البلادة. عكس الفطانة، الفطانة من ألزم الصفات للأنبياء. لماذا؟ هنقول لأنه لو وجب عليهم البلادة برضو لضاعت الحكمة من إرسالهم واستطاعوا المجادلة. إذا ثبت الفطانة لبعض الرسل تثبت للجميع، ديا هنقول لأن حكم الأمثال واحد، ولأن ما ثبت للواحد يثبت للجميع. الفطانة من ألزم الصفات للأنبياء، ديا طبعا صح. إذا ثبتت الفطانة لبعض فتثبت للجميع، صح. الفطانة لغة الفهم والعقل والذكاء، طبعا صح. الفطانة مطابقة الخبر للواقع بحسب الاعتقاد، دي خطأ، ده الصدق. الفطانة اصطلاحا هي التفطن والتيقظ لإلزام الخصوم وإبطال دعواهم، دي صح. الفطانة جائزة في حق الأنبياء، خطأ، نقول واجبة. ثبوت الفطانة في حق البعض لا تدل على ثبوتها، خطأ. من فطانة الرسل إبطال العقائد الفاسدة، دي صح. اختر الإجابة الصحيحة وجدلهم بالتي أحسن، دي دليل الفطانة. الفطانة بالنسبة للرسل واجبة، ضد صفة الفطانة البلادة. قال تعالى وتلك حجتنا، دليل على وجوب الفطانة. هي التفطن والتيقظ، دي صفة الفطانة طبعا. الفطانة من ألزم الصفات للأنبياء. الفطانة اصطلاحا هي طبعا الفطانة اصطلاحا، أيوة هنا هي التفطن والتيقظ لإلزام، يبقى التفطن والتيقظ لإلزام الخصوم وإبطال دعاويهم الفاسدة. وجدلهم بالتي هي أحسن، دي الدليل نقل على الفطانة، وبرضو دي كلها أدلة نقلية، ودي طبعا واجب، حكم الفطانة الأنبياء واجبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.